في لحظة صمت قاعد بتفكر في ناس كتير، ناس بتسيب وناس بتختفي وناس بتفضل جواك حتى لو مشيت من زمان. لكن السؤال الحقيقي مش هم ليه مشيوا، السؤال ليه وجعهم لسه قاعد جواك. كل مرة تحاول تقفل صفحة من الماضي الباب بيفتح لوحده، مش لأن الماضي عنيد لكن لأن جواك جزء لسه مش قادر يودع، لسه مستني حضن أو كلمة، لسه مصدق إن اللي وجعك ممكن يوم يرجع يضمدك. اللي بيهرب منك النهاردة مش أول واحد يعمل كده، هو بس لمس الجرح اللي اتفتح من زمان، من أول حد رفضك أو تجاهلك. وكل مرة بتحصل فيها تجربة شبهها الوجع القديم بيصحى من تاني بنفس اللهجة القديمة: أنا مش كفاية، أنا دايما بتساب، أنا ما استحقش الحب. يمكن تفتكر نفسك بتتعامل مع شخص جديد، لكن الحقيقة أنت بتتعامل مع نسخة حديثة من نفس الجرح القديم. بتحاول تصلح اللي فات من خلال الحاضر، بتحب اللي قدامك وكأنك بتعتذر لطفلك الداخلي اللي اتوجع زمان. ساعتها يا صديقي لازم توقف وتفكر: هو أنا فعلا متعلق بالشخص ده ولا متعلق بالإحساس اللي ما خدتوش زمان؟ هل بلاحق في حب ولا بعدي على أثر حرمان؟ وعشان كده نقطة التوازن النهاردة بسيطة قوي بس صادقة جدا. مش دايما اللي بيبعد عنك هو المشكلة، أحيانا اللي محتاج تسيبه فعلا هو الماضي اللي جواك. ويمكن أول خطوة للحرية مش إنك تنسى، لكن إنك تعترف إنك كنت مستني ولسه موجوع ولسه بتحاول تتعافى. واستناني بقى في الحلقة اللي جاية واللي هنفتح باب جديد في الرحلة دي، وهنسأل سؤال عميق: ليه في ناس مهما حاولت تحبهم بتحس دايما إنك مرفوض؟ واللي هنكتشف من خلالها إنك ممكن تكون فاكر إنك تخطيت الماضي، لكن في الحقيقة هو لسه جواك في صورة مخططات بتتحكم فيك من غير ما تاخد بالك. فنقطة توازن لأنك تستحق فهم أعمق. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد.